هرجعك لماما بس بشرط. خد دي واعمل زي ما بعمل بالظبط. يا نهارك ابيض، انت مسيحي؟ والأول مرة ظهر ضعفه ودموعه قدام حد، واتكلم وهو بيعيط. الحقوني، بتعمل ايه؟ انزل يا حيوان. استني يا سمية، يا سمية، سمية. لا، ادخل انت، انا عايزة اشوف التعبان وهو بياكل البطل. شوف الواد ومحنه. الله يرحمك يا حاج، كنت تصبحني بعلقة وتمسني بعلقة، بس اعمل ايه، كنت بموت في غباوتك. سيبني يا يزن، الحق سمية، عمر هيموتها. يا جوزي يا حبيبي، اخصى عليك يا زونتي، انا زعلانة منك. اتصدم من اعترافها وحس كأن الدنيا وقفت. يا مساء الهنا على أحلى وأجمل وأطيب وأطعم عيلة في الدنيا، عيلة توتة وماجد كل مكان. وحشتوني جدا من الحلقة اللي فاتت، ويلا بينا نسمي الله ونصلي على نبينا ونشوف حلقتنا النهاردة مخبية لنا ايه. وما ننساش نقول اللي توتة وماجد مش في حياته، كل الحلو فاته. ضحكت بخف عليه واستعدت تنام هي كمان. طفل معداش 12 سنة، وسيم جدا رغم الدم اللي مغطي وشه والتراب اللي مالي جسمه كله. كان قاعد ضامم ركبته ليه، قاعد في وضع الجنين وعينيه بتلف حواليه بخوف، واخد حذره من ان هم يظهروا تاني. معداش وقت طويل ولقى الوغد واقف قصاده بنفس الابتسامة القذرة. جسمه الصغير ارتعش من الخوف من اللي جاي. قعد قدامه وهو باصص له بتقزز، خلى التاني على وشك انه يجيب كل اللي في بطنه. رفع راجل كفه الضخم ومسحه على وشه، بس الطفل ده بعدها بعد بسرعة. فالراجل اتكلم بعتاب مزيف. ليه تزعلني منك؟ مش احنا بقينا صحاب؟ انا عايز ارجع لماما. هرجعك لماما بس بشرط. الشرط ايه؟ استغل ضعفه واداله كيس فيه مادة بيضة واتكلم بخبث. خد دي واعمل زي ما بعمل بالظبط. الولد اخد الكيس وابتدى يقلده في استنشاق المخدر، والراجل ابتسم بخبث وهو شايفه بدأ يدوخ، وسأله بقلق مصطنع: مالك في ايه؟ الولد عينيه غامت وهو على وشك يدوخ. انا عايز ارجع لماما. شاله الراجل وهو بصيت له بخبث. مفيش ماما، في انا من النهارده. هي حست بيه بينتفض وبيتحرك بعنف على السرير. قامت مفزوعة وهي شايفة العرق متجمع على وشه كأنه بيصارع في سباق. بدأت تصحيه بقلق: يزن، يزن حبيبي اصحى، يزن ده كابوس. بس هو كان في عالم تاني، بيصرخ وبترجل اللي قدامه ويسيبه ويبطل الفعل الشنيع ده. لكن الراجل كان عامل زي الذئب بيقتل براءته من غير رحمة. لحد ما سمع صوتها، كان هو طوق النجاة ليه عشان يفوق من الذكريات اللي بيكرهها من زمان. قام قعد وبتنفس بعنف بسبب الكابوس، وبصص حواليه لحد ما عينه وقعت على وشها القلق. مدت ايديها ومسحت عرقه. اهدى بس، ده كان كابوس، استعذ بالله. بلع ريقه الناشف وهو بيستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. جابت له كوبايه ميه واديتها له، شربها كلها لحد ما هدي شويه. بقيت احسن؟ هز راسه ليها بهدوء. هي معرفتش ليه حست فجأة برغبة شديدة إنها تضمه ليها، وبالفعل عملت كده. إيديها بتمسح على ظهره كأنها بتهديه. هو ما اعترضش، ده بالعكس، كان حاسس إن هو محتاج الاحتواء ده، وخصوصا منها هي. لف إيده عليها زي العيل الصغير اللي بيستخبى بحضن أمه، وعينيه مغمضة بالراحة. فضلوا على الحال ده وقت مش قليل لحد ما بعدت عنه بهدوء وهي بتبتسم. قرآن الفجر اشتغل، ومتوضع عشان نصلي أنا وإنت. عينيه اتوترت وما كانش عارف يرد بإيه. لا، قومي صلي انت. مش هصلي انا. ليه؟ ما انت صاحي اهو، بطل كسل وقوم صلي. يا ضحى قومي صلي انت، انا مش مصلي. بصيت له شويه بتحاول تفهم سبب رفضه الغريب، لحد ما وصلت لنتيجه فشهقت فجأة بخضنة: يا نهارك ابيض، انت مسيحي؟ مسح على وشه بغيظ وبيستغفر ربنا، بيحاول يمسك نفسه عشان ما يفصلش راسها الناشفة دي عن جسمها. حمارة، أنا متجوز حمارة. أمال إيه السبب اللي مخلكش تصلي؟ أنا عايز أعرف. ضحى الله يكرمك، أنا مش ناقص وجع دماغ. عرفت إنها مش هتطلع بحاجة من عناده، فقررت تتعامل معاه بسياسة وهدوء عشان تساعده. قعدت قصاده ومسكت إيده بحنية. طب احكيلي، يمكن ترتاح. ليه مش عاوز تدي ربنا حقه وتشكره على نعمته؟ وتفتكري ربنا هيقبل توبتي؟ فرحت جدا من جواها لتفاعله معاها وكملت كلامها: ربنا غفار تواب،
مهما كانت الذنوب والمعاصي الكتير اللي انت عملتها في حق ربنا، وبعدين رجعت له وقلت له يا رب سامحني وانت ندمان من جواك بجد على الذنب اللي انت عملته ده، فربنا هيغفر لك. واكبر دليل على كده انك مكسوف تقابل ربنا وانت مليان معاصي. تفتكر لو ما كانش بيحبك كنت هتحس بالذنب دلوقتي؟ كنت هتقول انا ما استحقش اقف قدام ربنا؟ لا، وقتها كنت هتقول عادي جدا، ما الكل بيغلط، هي جت عليا انا. بس انت ما قلتش كده. ابدأ من جديد وتوب وصلي وقول له يا رب سامحني، وخبط على بابه، وربنا عمره ما بيرد عبد تايب ليه ابدا. والأول مرة ظهر ضعفه ودموعه قدام حد، واتكلم وهو بيعيط. بس بس أنا عملت ذنوب كتير قوي وأثامها عظيمة، ما أعتقدش إن ربنا هيسامحني. ضغطت على إيده أكتر وهي بتدعمه. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: بسم الله الرحمن الرحيم، فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. وفي كمان آية بتقول: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. ربنا بيقبل توبة عبده، بس انت ابدأ. هو كان بيسمعها بتأثر كبير واضح، وعارف قد ايه هو مقصر في حق ربنا، بس كان مكسوف جدا يقابل ربنا وهو شايل كم الذنوب دي كلها. تعرفي، وانا صغير كنت دايما بصلي وبقرأ قرآن، وما كنتش بسيب فرض ابدا. بس غمض عينه بألم وبيفتكر اليوم اللي قلب حياته رأسا على عقب، وما كملش كلامه. هي فهمت هو عاوز يقول ايه، وما حبتش تفتحه في الماضي اللي ما بيجيبش غير وجع القلب. مش مهم اللي حصل زمان، المهم دلوقتي. انت هتتغير وهترجع لربنا تاني وهتبقى احسن من الاول. ضمها بقوة ودموع نزلت غصب عنه، وحمد ربنا كتير. هي بالنسبة له اكبر نعمة ربنا رزقه بيها، وهمس لها بعشق واضح: انا بحبك قوي، انا اول مرة احب حد كده، خليكي معايا وما تسيبنيش. جسمها اتجمد في مكانه من الصدمة، مش مصدقة ودانها. سمعت ايه؟ هو قال انه بيحبها؟ يا ربي، قلبها حاسس انه هيخرج من مكانه. دموعها نزلت من غير ما تحس، فضمته هي كمان بقوة، فرحانة جدا بالكلام اللي سمعته منه. بعدها بشوية بعدت عنه، عينيها كانت بتلمع بشغف جديد عليها، ومش عارفة ترد تقول ايه، بس الخجل كان مغطيها. واتكلمت بتلعثم وهي بتحاول تهرب من نظرات العشق اللي بيرميها بيها: قوم يلا اتوضى، الفجر بيأذن اهو. ابتسم بهدوء على كسوفها وقام من مكانه، بس قبل ما يروح عشان يتوضى مسك ايديها وبسها بعمق، وبعدها راح يتوضى عشان يبدأ حياة جديدة بقلب جديد مع ربنا. أما هي ابتسمت له بحنية كبيرة، واتمنت من قلبها إن السعادة دي تفضل طول العمر. بس يا ترى هل السعادة هتدوم ولا هيجي اللي يعكر صفو حياتهم؟ الصبح كان مالي المكان بطرب وزقزقة عصافير اللي بتنشر بهجة في قلوب موجوعة بتحاول تحلق بأحلامها لبعيد. صحيوا كلهم واتجمعوا حوالين ترابيزة السفرة بفرحة عشان لمتهم دي. لقت ضحى والدتها قاعدة، فقامت جريت عليها وحضنتها بفرحة كبيرة. طبطبت كريم على كتفها بحنية: وحشتيني قوي يا حبيبتي، وانت كمان وحشتيني قوي يا ماما، بتاخدي دواكي بانتظام؟ يا حبيبة قلبي ما تقلقيش عليا. ابتسمت ليها بحنية وقعدت معاها عشان يفطروا. عصام اتكلم وبيبص حواليه بترقب: امال المخفي عمر فين؟ انا مش عارف عوايده ما يفطرش يعني. معاك حق يا عمو، ده مش بيقوم غير لما يخلص الاكل. انت رايحه فين؟ هروح اجيب العصير. ثواني وسمعوا صوت صريخ جاي من بره، اتجهوا بسرعه لمصدر الصوت بقلق. لا عمر واقف فوق العربيه وبيصرخ باستنجاز: الحقوني! بتعمل ايه؟ انزل يا حيوان، تعبان كبير قوي. بصوا مكان بيشاور، لقوا تعبان اسود ضخم وكبير. اتخضوا جدا من منظره. مسك يزن عصايه كبيره وكان بيرفعها، بس سمع صوت صريخ جاي من وراه، وكان طبعا صوت ضحى العالي: لا استنى، ما تموتهاش. ما موتهاش؟ ايوه، ما تخافش، دي سمية مش بتعمل حاجة. سمية؟ ايوه دي سمية تعبانتي الأليفة. يزن كان هيتكلم بغضب، لكن قطع كلامه صوت عمر وهو بيصرخ وبيجري بعيد وراه الحية سمية: يا لهوي يا موت، الحقوني! استني يا سمية، يا سمية، سمية! ضحى كانت بتجري وراها وبتنادي عليها، بس سمية ما ردتش. خص عليك يا سمية، قليلة الأدب، ازاي ما ترديش على ضحى؟ عيب عليك يا ضحى، مش عارفة تربي تعبانتك الأليفة؟ أمهات آخر زمن. ما علينا. كملت جري ورا عمر اللي بيصرخ بفزع. مدحت ضرب كف بإحباط واتكلم بحسرة: قلنا لما يكبروا هيعقلوا، طلعوا بتجننوا أكتر. يلا يا عصام ندخل جوه بدل الهبل ده. بص على أم مروة اللي كانت بتتفرج على المشهد باستمتاع: يلا يا أمي ندخل. لا، ادخل انت، أنا عايزة أشوف التعبان وهو بياكل البطل. مسح مدحت على وشه بغيظ ودخل متضايق من أفعال العيلة دي كلها.
ساهر وقتها قرب من رضوى واتكلم بغمزة: تعالي ندخل جوه يلا يا موتزاريلا لحسن تسيحي. نزلت راسها بخجل ودخلت بسرعة متجنبة وجوده، وهو دخل وراها. وقتها مروة مصمصت شفايفها واتكلمت باستنكار: شوف الواد ومحنه، الله يرحمك يا حاج، كنت تصبحني بعلقة وتمسيني بعلقة، بس أعمل إيه؟ كنت بموت في غباوتك. قالت كلامها وبعدين دخلت هي كمان. يزن مسك شعره بغيظ من العيلة اللي هتخليه يجيله شلل قريب ده، وجري يلحق بالمجنونة اللي بتجري ورا حيواناتها الأليفة سمية. وعلى الناحية التانية كان قاعد على الكرسي المخصوص بتاعه بينفخ في سجارته بنهم واستمتاع، وهو سرحان بيفكر في حاجة. عدى دقايق وبعدها ندى على بيبرس اللي جاله على طول: أوامرك سيدي، جهز حالك، هتسافر لمصر، هيتم تسليم الشحنة بعد بكرة. مالك يا بيبرس، انت متوتر كده ليه؟ لا مفيش حاجة يا سيدي، انت بس عارف ان العملية دي هتبقى اخطر من اللي قبلها. رجع بظهره لورا وريح راسه على الكرسي الفخم اللي معمول من ذهب خالص، وفي ايده كوباية النبيذ اللي بيشربها وهو مستمتع جدا بطعمها. انت عارف ان انا الزعيم، ما بخافش اي حاجة خاصة وانت معايا. انا وكلتك كل مهامي وبقيت دراع اليمين في وقت قصير، مش كده؟ اجل سيدي، وانا هبقى عند حسن ظنك بالتأكيد. وهو بيكلمه كان قلبه مولع كره ليه، بيكرهه كأنه مفيش غيره على وش الأرض، نفسه يقتله عشان يطفي النار اللي جواه، عاوز ياخد حقه وحق عيلته. نهايتك قربت يا زعيم. وقتها فاق من تفكيره لما سأله: مش انت قلت ان الشحنة هيتم تسليمها بعد اسبوعين؟ لكن جالي اخبار من حد من الجواسيس ان هم عرفوا بالميعاد ده معناه ان في جاسوس هنا ما بيننا وهيدفع التمن غالي، والتمن هو حياته يا بيبرس. بيبرس تشك ان الزعيم عارف كل حاجة، بس نفى الافكار دي من دماغه بسرعة واتكلم بثقة: ما تقلقش، انا هعرف مين هو الجاسوس النهاردة، خليك واثق فيا. هزله راسه باعجاب من ثقته وطبطب على كتفه: ماشي يا بطل، انا واثق فيك، اسمح لي ان انا امشي بعد اذنك. سابه ومشي وهو بيجز على اسنانه من الغيظ. نظراته بقت كلها خبث، وراح على المكان اللي ناوي ينفذ فيه اللي بيفكر فيه. وعند يزن مسك ضحى من هدومها وبيزعق بغيظ: انا بجري ورا بنت اختي، نفسي افهم مخك ده فين. سيبني يا يزن، الحق سميه، عمر هيموتها. انا نفسي اعرف حاجه، البنات الرقيقه بتربي قطه، عصفوره، كلب، لكن تعبان وكمان اسمها سميه؟ يا شيخه منك لله هتشيليني قريب. نفخت بغيظ وهي بتبصله بغضب، وبعد ثواني نظرتها اتغيرت وبقت بريئه: عشان خاطري هاتلي سميه، عمر لو مسكها هيموتها ودي صاحبتي. قرصها من جنبها فصرخت من الوجع وبصلها بغضب: سيرة أي راجل تيجي على لسانك هقطعه لك، أنت فاهمة؟ هزت راسها بالموافقة، مفيش وقت للكلام معاه، ممكن تخسر حيوانها الأليف لو ما لحقتش. حاضر يا حبيبي، هات سمية بقى. قلت إيه؟ بقولك هات سمية من ابن عمك. لا، اللي قبلها. كانت هترد عليه بغضب بس خافت ما يجيبلهاش سمية. وفي الناحية التانية عمر كان ماسك التعبان من راسه وهو مرعوب خايف يلدغه، وبصله بفزع وهو في إيده واتكلم بغيظ: قال سمية، قال أنا قلت إن ضحى دي مصدر خطر على البيت ده كله. مسك التعبان من ديله الطويل بإيده التانية من راسه، وبعدين حطه تحت رجليه وجاب مطرقة حديد وكان هيقتله، بس لقى يزن ماسك ايده: سيبني اقتلها يا يزن وخلي مراتك تسكت بقى، مش ناقصه جنان. هز راسه ليه بهدوء واخد منه التعبان وحطه في قفص صغير في المخزن اللي في الفيلا. عمر بصله باستغراب: ده ماله ده حتى ما شتمنيش ولا هزقني ولا حتى قطع كلامه لما يزن ضربه بوكس في وشه وشده من هدومه واتكلم بتحذير جامد: لو سمعتك بتجيب سيرة مراتي تاني هدفنك يا حيوان مكانك، فاهم؟ بهزر يا رمضان. ايه ما بتهزرش؟ يزن نفض التراب اللي على بدلته وضربه على كتفه بسخرية: لا ما بهزرش يا خفيف، ومراتي تعمل اللي هي عايزاه حتى لو جابت ديناصور هنا. وماله يا اخويا، ديناصور، هو يا يزن يعني هتجوز كم مرة؟ ايوه كده جدع، روح شوف بقى انت كنت رايح فين. اما ضحى كانت بتتابعه من بعيد وشافت تصرف يزن اللي خلاها تتكلم بهيام: يا جوزي يا حبيبي. قابلها عمر وخارج من المخزن فبصت له بكبرياء مضحك ودخلت جوه متجاهله نظرته المستنكره: شوف بتبصلي ازاي، لو ما كانتش مرات يزن انا كنت واقف ليه يا عمر؟ داخل صاروخ اهو. ضحى ضحكت جامد على اللي حصل واتكلمت بفخر: مشرفني دايما كده هو قالها باستنكار، وهي هزت راسها وهي بتضحك ونظراته اتحولت لخبث وقرب منها: انت عايز ايه؟ بتعمل ايه انت؟ سمية وبقت بخير، عايز مكافئتي. بلعت ريقها بإحراج وهي بتحاول تزقه، بس مين تقدر تبعد يزن الراوي بجسمه الضخم اللي بيتفوق عليها بمراحل.
ما تحاوليش، انت ما فيكيش نفخة والله. ايش حال المكان ده كله نفخ؟ نفخ؟ نفخ يا اخويا، شكلك كده بتاخد منشطات من اياهم. يا لهوي، قالها بصدمة تانية وبعد عنها ومسكها من ياقة هدومها. بنت انت بتجيب الكلام ده منين؟ من التلفزيون. تلفزيون؟ اللغة العربية متبرية منك ليوم الدين. زقها بعيد فحست بالغضب من طريقته دي، بس مش هتسكت، هتلعب عليه دور حواء وهتخليه يقع فيها أكتر وأكتر. راحت قربت منه وحطت إيديها عليه. اخص عليك يا زونتي، أنا زعلانة منك. كتم ضحكته بالعافية من طريقتها في الكلام. هو عارف هي بتحاول تعمل إيه، بس هي مش فاهمة هي بتغويه من غير ما تعمل حاجة. طب ليه ما يقلبش السحر على الساحر ويستفيد من الموقف؟ مرر إيده على شعرها واتكلم بهمس. وضحايا زعلانة مني ليه؟ عشان انت بتزعقلي كتير وانا بنوتة حساسة وانت بتستغل طيبتي. طب والله انت مصدقة نفسك يعني؟ خلاص يا عم ابعد كده، مش عايزة حاجة. عايزة تبعدي ليه؟ انا لسه ما صالحتكيش. ومين قالك اصلا ان انا زعلانة منك؟ احنا هنخيب ولا ايه؟ ضحك على توترها وخجلها اللي خلى شكلها فاتن جدا، وبعدين اتكلم بصوت عاشق. طول ما انا موجود مش عاوزك تبعدي عني ابدا، عايزك تبقي زي ظلي ما تفارقنيش ولا لحظة. ليه؟ هي عارفة الإجابة كويس بس نفسها تسمعها تاني، يمكن تهدي ضربات قلبها اللي بتزيد كل ما يقرب منها. علشان أنا بحبك، عشان انت ليا وبتاعتي وبس، عشان انت ملك اليزن الراوي، بقيتي واحدة من ممتلكاتي اللي مقدرش استغنى عنها، بقيتي ملكة قلبي وروحي. انت اللي رجعتي روح الطفل الصغير ليا تاني بعد ما ماتت واتدفنت، عشان انت ضحى حرم يزن الراوي. انت نعمة كبيرة قوي يا يزن، عوضتني عن حنان الأب اللي اتحرمت منه من زمان. بتحسسني دايما إن أنا أجمل واحدة وإن أنا غير كل الستات. بجد لو في كلام يوصف اللي أنا حاسة بيه مش هبخل بيه أبدا، بس أنت الكلام مش هيجي نقطة في بحر من اللي أنا حاسة بيه. كل اللي هقدر أقوله لك إن أنا وقعت فيك يا ابن الراوي. اتصدم من اعترافها وحس كأن الدنيا وقفت حواليه وكلامها بس هو اللي بيلف في دماغه. هي بتبادله العشق؟ لا 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 لا، أكيد بيحلم، بس هي لسه قايلة كده دلوقتي. طيب يتأكد تاني. انتي بتقولي ايه؟ بقول شكلي وقعت فيك يا ابن الراوي. ابتسم بسعادة كبيرة قوي وبعدين شالها ولف بيها بفرحة كبيرة ملهاش وصف وهو بيهمس بعشق. وابن الراوي بيموت فيكي يا ضحايا. انا اليوم ده اسعد يوم في حياتي كلها، انا بحبك يا بنت قلبي. ايه ده؟ سمية بتتفرج علينا يا لهوي، هتبوظ اخلاق البنت يا يزن. بنت؟ انت ليه محسساني انها اختك يعني؟ لو سمحت ما تتريقش على سمية عشان بتزعل. طب واللي انقذ سمية مش هتديله مكافأة؟ الله، ما انت لسه واخد مكافأتك. لا لا، دي كانت تصبيرة، انا عايز مكافأة تانية. ده بعينك. خلصت حلقتنا لليلة دي، ويا رب تكون الحلقة عجبتكم وكانت على قد توقعاتكم. انت عارف ان يمكن خسارتك النهاردة تبقى مكسب لبكرة؟ يمكن بتدور في سكة غلط، يمكن دي الكسرة اللي بتسبق الجبر، محدش عارف. شوية صبر وتأني تشوف بيهم تدابير ربك وتدي نفسك فرصة تبص في اتجاه أصح. ربك لو بحكمته قفل باب فبرحمته بيفتح أبواب. منتظرة منكم في التعليقات كل رأي وكل كلمة وتحليلاتكم الذكية للي حصل، ومن فيكم هيتوقع صح اللي مستنينا بعد كده. يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، ده بيفرق معانا جدا. مهم جدا تكونوا عاملين اشتراك في قنوات توتا كلها ومفعلين الجرس عشان كل جديد يوصل لكم أول بأول، وطبعا تختاروا الكل. وبطلب منكم طلب أخير، تشاركوا كل القنوات دي مع قرايبكم وصحابكم عشان عيلة توتا وماجي تكبر بيكم وتفضل أكبر عيلة في الدنيا. لحد ما أجيلكم تاني في الحلقة الجديدة، خلي بالكم على نفسكم ومع ألف سلامة.